صباح الخير، ازيكم حلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما بألف خير. ديت أكلتنا النهاردة كانت بسيطة جدا، بس فيها تكات كده. عايزاكم تاخدوا بالكم منها، هتبقى مهمة قوي يعني. أنا جبت لحمة وقطعتها، عملت نوعين لحمة بصراحة النهاردة، لحمة محمرة ولحمة مسلوقة، بس اللحمة المحمرة بطريقة مختلفة شوية يعني. جبت لحمة وقطعتها كده مكعبات كبيرة، وفي جزء منها هاخده اقطعه مكعبات صغيرة خالص، اهو زي ما انتوا شايفين مكعباتها متوسطة. هقطع كمية اللحمة كلها كده، ما عدا هاخد بس كام حتة صغيرين يعني، ما عدا كام حتة دولت اهو. بصوا، لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. اهو بصوا، انا قطعتها كده وهحط حتة سمنة في الحلة، وهنزل بقى باللحمة، بكمية اللحمة كلها في السمنة. هبدأ بقى اشوح فيها لحد لما كلها تاخد نفس اللون، اللي هو نفس التشويحة، درجة التشويحة تبقى كلها زي بعض. الصدمة بتاعت اللحمة ديت طبعا بتديها طعم وريحة تحفة، بتبقى بسم الله ما شاء الله عليها طعمها تحفة. بصوا، على فكرة انا اللحمة شطفاها قبل ما احطها، يعني لازم بصراحة اشطفها، لا بتتزفر ولا بيحصل لها اي حاجة. هنا اللحمة اتشوحت ونزلت عليها بمية مغلية، لازم مية مغلية عشان اللحمة ما تغيبش في السوا. والملح قبل ما يعني لما اللحمة بتستوي بنحط الملح برضه عشان ما تغيبش في السوا. اهو نزلت ببصلاية وورقتين لوري، اللي عايز يحط حبهان يحط. بس بصراحة انا مكانش عندي يعني، فما حطيتش، انا بحب الحبهان في الشوربة يعني. بس اكتفيت بالورق اللوري والبصلة. هنا جبت حلة صغيرة وبرضه حطيت فيها حتة سمنة، وهنزل فيها بقى باللحمة اللي انا قطعتها حتت صغيرة ديت، اللي انا قلتلكوا عليها في اول الفيديو اهي. بصوا، هنزل فيه عليها بيه، وهفضل بقى اقلب فيها لحد ما تتشوح جامد قوي وتتحمر، يعني انا عايزة تاخد درجة التحمير البني ديت اهيت. اخدتها بالظبط يعني، انا مش عايزة اكتر من كده، انا عايزاها كده بالظبط. وهنزل عليها برضو بمية مغلية، بس مش هحط كمية كبيرة يعني، هحط ايه، يا دوبك بس اغطي بيها وش اللحمة وهوطي عليها بقى لحد ما تستوي. ديت طبعا لحمة محمرة، بسيبها لما ميتها تتشرب خالص، بس طبعا لو احتاجت مية تاني هنحط، بس نحط شوية بشوية كده. وبتبقى في الاخر من تحت فيها صوص بني كده طعمه حلو جدا، بيتحط على الرز كده بيدي طعم جميل جدا. جبت حتة سمنة وكنت مقطعة بصلاية حتت صغيرة حطيتها فيها. هنا انا هعمل سبانخ، السبانخ ديت انا مفرزاها. طبعا لما جيت احطها في الصلصة رجعت كأني لسه شاريها بالظبط، انا جبتها غسلتها كويس وفرزتها وكانت زي الفل يعني. هنا انا حمرت البصلة لحد ما وصلت للون الذهبي اهيت. هنزل عليها بالطماطم اللي انا عاملاها في الخلاط. في ناس ما بتحبش تفرز السبانخ، بس والله بتبقى جميلة قوي، وما تيجي ما تيجي تتحط في الصلصة هتلاقوها نفس شكل اللي بتيجي لسه جايبينها دلوقتي حالا يعني، نفس شكل اللي لسه جايه من عند الراجل الخضرا، بتبقى جميلة قوي اهوت. هحط عليها بس معلقتين صلصة كده متوسطين، والفلفل الاسمر والملح بس، وهسيبها تتسبك، وبعد كده هحط عليها السبانخ اهو كده. حطيت عليها الفلفل الاسمر والملح، استغفر الله العظيم يا رب واتوب اليك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اهوت. كانت لسه عايزه ملح تاني. والله الاكله كانت سهله جدا وما خدتش مني اي وقت يعني، كله في ثانيه اتعمل. انا مطلعتش من المطبخ لو انا مخلصه الاكل كله اصلا. اهو بصوا بقى السبانخ اول لما اتحطت في الصلصه بقت عامله ازاي، رجعت خضرة زي ما كانت، لا دبلت ولا لونها غمق ولا حصل فيها اي حاجة. السبانخ دي انا كنت مقطعة عليها كزبرة خضرة، ودول فصين توم مفرومين، وهغطي عليها بقى واسيبها تستوي. بصوا، هنا جبت حلة، لو عايزين تحطوا في تيفال او في اللي هو
البريمة اعمله كده. انا جالي زهايمر مبكر، بنسى بسرعة. كيلو رز، هحط عليه 3 كوبايات لبن وكوباية ونص مية. خطوة المية مهمة جدا، علشان لو ما حطيناش المية هينشف من جوه، لو حطينا كله لبن هينشف وهيحتاج تاني ومش هيطرى. فالمية هي الحاجة الوحيدة اللي بتطري الرز وبتعمله طراوة وتهوية كده من جوه. اهو هحط عليه كوباية، يعني 3 كوبايات لبن، كوباية ونص مية، معلقتين سمنة، والملح بتاعه. اهو بصوا، المية دي بتديله. انا مرة على فكرة عملته وحطيت فيه لبن صافي وما حطيتش مية، الرز نشف معايا مع اني كنت مزودة مقدار اللبن. دي قشطة انا مطلعاها من على وش اللبن، كان ما شاء الله دسم يعني، وطلع كمية قشطة حلوة. فلما الرز اتشرب طلعته، ورحت جاية نازلة عليه بالقشطة بقى كده، موزعاها على الصينية كلها، ورحت جاية داخلة بيها الفرن وموطية النار بقى. هو كده خلاص بقى، كده نسويه زي تسوية البوتاجاز عادي، بس في الفرن نوطي عليه النار. اهي بصوا ده شكل اللحمة، زي ما انا ما بقولكوا انا عايزاها تبقى كده. ودي بقى شكل اللحمة بعد ما اتسلقت.